تلاحظوا بأن لازالت ثقة المواطن الليبي بالعلاج المحلي، خلينا نكونوا عندنا مستوى عالي من الشفافية في طرح الموضوع، وخصوصا في العمليات اللي تعتبر خطيرة نوعا ما زي عمليات الغضروف والعمود الفقري، الجراحة المطلقة اللي تعتبر لها علاقة بالشرايين مثل عمليات القلب، أيضا بعض عمليات العين. فتشوف أن لازلنا ما عندناش ثقافة ثقة في إمكانياتنا الليبية. السبب الرئيسي بالنسبة نحكي عن غشي التخصص نتاعي، السبب الرئيسي وأنا لاحظته، يعني أنا طبعا جاي من مدينة طبرق ودكتور، ما كنتش نسمع، ما كنتش نعرف ان يعني لما جيت المركز الطبي وشفت العمليات اللي يشتغلوا فيه الكم الهائل بتاع، يعني استغربت. ما كنتش متوقع حتى في عمليات يعني تقام في ليبيا، هم يعني ممكن في عمليات تستغرق ساعه، عمليه قلب مفتوحه وساعه ونص. انا كنت مش متوقع، انا دكتور ومش متوقع ان في عمليات يعني تقام في ليبيا بسبب الفكره الخاطئه ممكن اللي كان ليس في الفكره خاطئه. مخيلتك. اما الاطباء الليبيين ما عندهمش كيف، يعني ما عندهمش كيف ينتشروا، يعني ينشروا انفسهم. انا عندي شغل وسائل الانتشار او التواصل مع المواطن عن قرب وتسويق حتى يعني في حالات حالات يمشوا لتونس، والاطباء في تونس يصحون باطباء ليبيين. يعني نحكي على جراحه القلب، يعني كم مريض يمشي لتونس وبعدين يقول في عندكم دكتور حسن المكور مثلا قاعد في طرابلس، ليش ما تمشوا له شويه يشتغل في حالات ما يشتغلوش في الدول المجاوره. في حاله في قلب الاطفال يسموا فيها تي جي اي، فيها الدوره الدمويه في القلب مقلوبه، يعني عرفتي. ما تقامش الدول المجاوره، ما تقامش الا في ليبيا، يجي فيها دكتور حسن المكور. بالنسبه لو قلنا نحسب، خلينا نحسب قصه الاحصائيات 320 حاله. قلنا لو التكلفه اقل عمليه يعني 30,000 دولار في الدول الغربيه و20,000 دولار بالدول، يعني سنويا حسبت حسبك يعني حوالي 10 مليون دولار. لو المرضى اللي اجريت لهم عمليات جراحيه قلب اطفال فقط في مركز طبي فقط 10 مليون دولار فضل طبيب واحد. يعني بالنسبه انا احس ان المواطن الليبي لما ثروه، يعني فهمتي، المفروض أن يتم المحافظة عليها وذلك بمد الطبيب اللي بالثقة الكاملة. الثقة الكاملة في المسؤولين. والأقل شيء حتى يعني يسألوا، مجرد من سؤال بس يسألوا. نحن على ذكر الأسئلة لربما كانت إيناس أيضا لها سؤال، نشوفوا مشاركة إيناس معنا. إيناس صباحك سعيد. إيناس صباح الورد. طيب برضو إيناس نتمنى انك انت تتابعينا. دكتور، يعني نقطة حساسة جدا زي ما تو نوهت عليها، هي فكرة لما نشوفوا ضخم هالإحصائيات، هل ما زال في إحصائيات أخرى ما تمش الإشارة لها؟ لا، فيها بس يعني نوريك ان الإحصائيات، يعني شفت انت رقم 320 حالة جراحة قلب أطفال فقط، غير جراحة قلب كبار. جهود مكثفة واقعة على 2 من الدكاترة فقط. في قسم جراحة القلب في مركز طب الطبي حتى تكون صادقين، يعني حتى تجربة يعني ضغط ما عرفتي، لكن نحكي على جراحة أطفال قبل 2002 ما كانش عدد الحالات كان زيرو. قبل 2002، بعد 2002 تغير الرقم من 320 وغرفة عمليات واحدة. يعني لما في دكتور مقسمين هم جدول، لما يغيب دكتور في جراحة القلب عندما ظروف ياخذ مكان الدكتور عشان يملى فراغ. غرفة تناوب، يعني تناوب كل على غرفة واحدة. وبنوه هنا على أطباء تخدير القلب، هم أطباء ليبيين، طاقم ليبي كامل مدربين داخل ليبيا، يعني عندهم الزمالة الليبية. هذا حتى هو يعتبر نقطة إيجابية جدا. بالنسبة لحاجة أخرى هي حتى نقص في العناية الفائقة، في نقص، وفي حتى في التمريض المؤهل. يعني في هذا الرقم ما تمش تدريب أطباء أخرى أو بحيث أن هم أيضا يتناوبوا من حيث المجهود. يعني خلينا نكونوا منطقيين برضو دكتور أنيس. إذا كان الضغط بيكون واقع على 2 من الدكاترة، يعني السؤال يطرح نفسه إلى متى؟
الى متى حتكون في جهود مبذوله من قبلهم؟ يعني هم ايضا يحتاجوا الى قسط من الراحه زي ما نقولوا، استرجاع او لا الطاقه، قدر شيء يعني واحد يمرض فيه، يعني تخيل وظروف عائليه، ظروف عائلية يعني من الوضع ضروري جدا، يعني الظروف انت الطارئه جيتي الفجائيه. هل تتوقف حالات هؤلاء المرضى في حاله انتظار للاطباء الى ان يجوا يقوموا حيستعينوا بدورهم؟ بالعلاج الخارجي. جيت النقطة المهمة جدا واللي بنحكي عليها تو، يعني الفرق السن بين أطباء الشباب متخرجين جديد، بالذات نحكي على جراحة القلب، والأطباء البروفيسور والأخصائيين الكبار، ما فيش أطباء بيننا، فهمتي؟ المفروض في درجات في الأطباء. صحيح. السبب شنو؟ السبب أول شيء أن في ليبيا ما فيش أي شهادة لجراحة القلب. يعني بتخدم 10 سنين 20 سنة لكن ما عندكش شهادة، ما تاخذ شهادة. شهادة بتاخذها من برا، ما عندكش شهادة في، يعني مجلس التخصصات الطبية معتمد جميع التخصصات ما عدا جراحة القلب، برغم أن جراحة القلب في ليبيا أكثر من 30 سنة. مهنيا تمارس ولكن مش أكاديميا. قصدي مثلا أنا في برنامج تدريبي. لما طالب مش طول عمره الطبيب مش طول عمره بيتدرب، بعدين يقعد له اسم وله مرضى. صحيح. ما يقدرش بعدين ياخذ مرضى إلا لما يكون عنده شهادة اللي هي يكون أخصائي أو يكون بروفيسور مثلا، عرفتي؟ المجلس التخصصات الطبية ما فيش برنامج تدريب، في برنامج تدريبي للجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، لكن برنامج تدريبي لجراحة القلب، وهو النقطة المهمة اللي كنا نعانوا منها. رجعتوا وشفتوا شنو الأسباب اللي ما تمش؟ بصراحة ما نحى. يعني حتى تو الأطباء الأخصائيين الكبار كانوا في شباب دربوا قبلنا، أطباء شباب، لكن يتدرب 3 سنين 4 سنين وبعدين شنو بعده؟ أنا قلت له عمري يعني نتدرب، أنا بنمشي ناخذ شهادة، بيطلع يضطر إنه يطلع للخارج. وفي حالات وفي دكاترة الإمكانيات ويغيروا، في حتى اللي يغير، في اللي قاعد يشتغل 3 سنين 4 سنوات و5 سنوات جراحة قلب، بعدين ما لقاش استجابة إنه ياخذ شهادة، هو بمصلحته بالنهاية. يعني طبعا عندنا درجات نحن في السلم الوظيفي، في عندنا درجات طبيب أول طبيب ثاني كلها بالشهادات، ما لهاش علاقة بالسنوات الخبرة اللي تشتغل فيها. في أطباء 5 سنوات يشتغلوا مثلا في أي قسم فترة طويلة وبعدين يغيروا القسم بتاعهم يمشوا لأي قسم بعد 5 سنوات تدريب ومضيعة يعني عمر ومضيعة جهد. طيب يعني أنت ممكن بعد ممارسة هالمجال، مجال جراحة القلب، لمدة 4 أو 5 سنوات يتم تغيير المجال والتخصص لمجال آخر لمجرد الرغبة في أنه هو ياخذ شهادة وتبدأ له شهادة رسمية موثقة. إيه هو السبب عشان هيك ما فيش أي شهادة في ليبيا لجراحة القلب. خليني أكون صريح، بالنسبة لمجلس التخصصات الطبية هي السلطة الوحيدة الطبية في ليبيا، ما فيش أي شهادة لجراحة القلب في ليبيا، بالرغم أنها يعني متطورة، بالرغم أنها يعني تعتبر خيالية يعني في ليبيا.